عدت على خير الحمد لله. احلى ماتش لعبه حسام حسن من ساعه ما مسك المنتخب، مش من اول البطوله. 11 لعيب رجاله، لا مش 11 الحمد لله. لا 11 10 بس. 10 ما عدا واحد العاق الشناوي يعني ما جاش. احنا بنلعب من غير حارس اصلا. بتعمل ايه ايه ده؟ يا اصلا؟ ايه اللي جابك؟ انت تعمل ايه؟ انت انت اللي هتبقى بتاع فن. انت بتاع قال هنخسر وبتاع، نقول له التاريخ قال آه. التاريخ ولا بتنجان ازاي انا يعني؟ لولا مش ونقول له مصعد. كعبنا عالي على كوت ديفوار وهنشيل 3. نشيل 3 ايه بس؟ انا اللي مصعد. انت اللي مساعدنا برضه. امشي خد ميسي. خد ميسي. بس ادينا بقى ايه، خلصنا من الاخ اللي ما بيفهمش في الكوره. لا يا عم لا. كلمنا انت بقى عن الكوره بقى، ايه رايك في الماتش النهارده؟ والله بص، انا اهم حاجه عندي ان الماتش خلص بصراحه على خير وان انت سليم. ولا اقول لك في فنيات ولا هكلمك في اي حاجه من الحاجات دي خالص. انا طول اليوم عم رجب قاعد بطني بتوجعني والله العظيم. كلنا اقسم والله. بالله انا فاكر النهارده يعني الوقت كان طويل فشخ، كان طويل. انا عايز الماتش يعدي، مش قادر خلاص. انا عايز اقول لك، انا جالي هاتف الصبح كده ان احنا هنجيب جون في اول الماتش والشوط الاول يخلص 2-0 والقولون مش هيعلى. طب ليه ما ولا كلمتنيش هيتعبني؟ لما جالك الهاتف ده؟ كان هدي الدنيا معايا شويه. ما كده الشناوي بوظها. طب بص، بقول لك انا اروح اجيب الراجل ده برضه، هو مننا وعلينا. هو صحيح اراءه ما بتعجبنيش، بس يعني خليه يجي هيتكلم احسن مني يعني. احسن منك؟ هروح اجيبه. ما هو انت شايف ان هو بيتكلم احسن منك يا عم؟ هنجيبه بدل مننا برضه. يا عم. تعالى يا ابني تعالى. ولينا بقى مين اللي هيكسب بقى الماتش الجاي كده ايه. واحترم المنتخب، عملوا اداء حلو النهارده والراجل كان زي الفل. اقعد. مين هيكسب، السنغال ولا مصر؟ اكيد السنغال. شفت بقى ان انت غلطان. شوف انت رايح على الفن جوه. يلا حد بعد ما خدت منه المايك. لا ثانيه واحده. ايه؟ اولا ايوه. بعد كده ايوه. لما اقول حاجه تسمع الكلام. لا احنا قومناه او هو املك ماشي كده وقعدناك ليه كده هيقول عشان تقول لنا ارائك اللي ملهاش اي 30 لازمه. يلا اتكلم. اراء اللي ملهاش 30 لازمه. انت بتنكر الجميل. انا ناكر الجميل. لما اوصلكوا للنهائي يبقى اتكلم معايا. طيب بما انك جيب بقى، تعالى بقى على كرسيك عشان انا بتفائل وانا قاعد هنا. وانا كمان ما بحبش الكرسي ده اصلا. يلا اتكل على الله. بس اديك يا عم قعدت على الكرسي بتاعك طبيعي ماشي، ما تقفرهاش قوي بس. لا هقفر. ماشي، احنا سايبينك تتكلم. اشجينا قبل ما اتكلم في اي حاجه ليها علاقه بالكوره، احنا كسبنا غصب عن عين الشناوي عشان ده مش حارس مرمى. اللي انا مش عارف هو كان بيعمل كده ليه. الماتش كان ممكن يبقى سهل جدا. الشوط الاول يخلص 3-0 ماشي، والشوط الاول يبقى خلصان 2-0 عادي وداخلين اوضه اللبس تمام. بس ازاي لازم نغلط مره واثنين واللعيبه كلها تبقى متوتره. نفسي افهم مصطفى شوبير عامل ايه غلط عشان ما يلعبش. انت لو خدت بالك في كور كتيره قوي كان ممكن السيرد باكات يسيبوها له، بس اللعيبه خايفه منه. بيخافوا بيرجعوا عشان ما يخشش فينا جوان. ايوه خايفه منه. طب اقول لك على حاجه، انت مش واخد بالك ان هم ما بيبصلوش كوره، ما لا، بيرجعولوش. ما حرمهم بقى الماتش اللي فات يعني في كذا كوره. انا عايز افهم، هو احنا، انا اسف انا قطعتك بس يعني هو مش ده كان ماتش بنين ولا اللي فات كان بتاع كوت ديفوار؟ لا يعني اللي فات ده كان ماتش كوت ديفوار على ما اعتقد، وده ماتش بنين. انت قصدك ان احنا ده المفروض يعني ده الترتيب الصح بتاع العقل بقى والمنطق، ان ده بنين واللي قبليه كان كوت ديفوار. احنا كنا نلعب حلو قوي النهارده. اتمنى نفضل مكملين على كده. طيب نسيبنا بقى من ايه، من الاخ اللي ورا ده. نتكلم على الباقي. طب حبيبي شكرا. طب اتكل على الله، اتكل على الله، روح شوف افلامك. انت مسامح صح؟ هنسيبه ماشي. حل يلا كويس. خلاص اكبر للناس يا ابني. اكبر للناس. خلاص بقى خلينا في الكوره. خلينا في الكوره. كفايه الشناوي بقى، مش ناقص حرق الدم. ايه بقى على نبدا من اللي بعديه. تعالى من الخط. تعالى نتكلم بقى ايه نجم الماتش. رامي ربيعه بالنسبه لا ليه؟ حسام حسن. ماشي.
حسام حسن نجم الماتش. ماشي. طبعا مش محتاج اقول لك ان دي كانت خطتي. 5-4-1. 3-4-1-2. 5-4-1. 5-2-1-2. هو انت هتقعد تشكلها لي 5-4-1 وبتتقلب؟ لا 5-2-1-2. ليه؟ ايوه مش كل ليه؟ مراحل اللعب، مش ليه؟ كل مراحل اللعب. لا ليه؟ ليه؟ عشان هو لعب على نقط قوته اللي هي هدافع صلاح ومرموش. وارمي لصلاح ومرموش. لا وكان بيرمي بمين؟ بامام، يعني حط في نص الملعب واحد يعرف يرمي. اسيستين. انا عاجبني السرور بتاع اسيستين. التالت، حته لوكا مودريتش. اسيستين. انا اسف على التشبيه، يعني التشبيه مش مقصود اللعبه اللي مقصوده. لا بس امام جامد برضه، هو مش لدرجة لوكا لوكا مودريتش مودريتش. بس جامد. ماشي. الراجل عمل اسيستين، قافل نص الملعب وبيرميه شمال ناحيه يغطي مع فتوح. طب لا أنا لعب عايز صح، عايز لعب أسألك صح. سؤال. بعيدا عن الشناوي، مين اسوأ لاعب في الماتش غير الشناوي؟ انسى الشناوي، شيله من الملعب خالص. هو كده كده الجايزه دي وكسبانها كل ماتش. مين؟ والله انا مش شايف حد سيء. مفيش خالص؟ حسيتش بحد سيء؟ لا واحد بياخد مان اوف ذا ماتش تاني. لا لا بالغلط لا والله لا 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 المره دي مش بالغلط. لا والله كان كويس. انا عارف عجبني ليه، بس مش مان اوف ذا عارف عجبني ليه. مش مان اوف ذا ماتش. ماشي مش مان اوف ذا ماتش بس قشطه، اللي هو جون واسيست وتمام. اصل هي برضو ايه، الفرقه كلها كانت حلوه فهي عايمه، يعني حتى امام اتغير بدري يعني، فاهم. ماشي. بالمناسبه الحمد لله لما تريزيجيه قعد لعبنا. كمل. المشكله بقى انه لما نزل المفروض ان هو نازل بقى ايه، يسحب الفرقه لقدام بقى ونازل حبيبي ده نازل يعني يلعب على حقن. بلياقته. ده لعيب واخد حقن عشان يلعب، هو مش قادر. طب ما انت مصاب، ما تقعد للمرازيه. عارف مين كان ممكن ينزل يعني برضو كان يسحب الفرقه؟ زيزو شويه. زيزو او محمود صابر ويقفلها بقى ضبه ومفتاح، فاهم. وربنا عدها على خير. بس هو بجد لا، المره دي صلاح انا دي من الماتشات القليله اللي انا بقى مبسوط من صلاح فيها. ليه انت شفت صلاح على حدود منطقه جزاء مصر كام مره؟ هو كده بقى لعيب كابتن، كده بقى كابتن فرقه، كده عايز يكسب. لسه بيقول لك برضه احنا معانا محليين، احنا مش مرشحين. ما انا حاسس انها حركه، عارف انت اللي هو ايه، بيخف الضغط عن اللعيبه وبتاع. ماشي. وبيتفائل بقى. اتمنى يعني زي النمره اللي انت بتعملها بتاعت مصر هتخسر. انا ما بعملش نمره، احنا هنخسر عادي. انت مقتنع يعني؟ احنا مروحين الماتش الجاي. انا حبيت اسلكها لك، انت مصمم. ما تسيبها، ما هي ماشيه. ده انت رخم. خلاص سيبها، ما هي ماشيه يا سيدي وسيبها لصلاح. بس هنتكلم بقى فعلا. لا هو صلاح كان باذل مجهود قدام، باذل مجهود ورا، كان عارف امتى يستلم، كان عارف امتى يستلم، ياخد فاول، يعدي، يرقص. لا كان بيلعب كويس. بمناسبه الفاولات بقى، على فكره انا راجل ماشي ما بحبش ليفربول فاوتوماتيك ما بشجعش صلاح، تمام، ماليش في صلاح من الاخر. بس هو النهارده كان راجل، انا شفته على حدود منطقه الجزاء بيرجع وبيقطع عايز يكسب زي اي لعيب كبير. للدرجه قوي زي ما انت بتقول كده؟ انا ما حسيتهاش للدرجه. اصل هو العادي بتاعه انا حاسس ان هو بيلعب بالعادي بتاعه على فكره، هو ما اختلفش. لا العادي بتاعه مع المنتخب صلاح بيبعد قدام كده، انا بس عايز اجيب جون عشان ازود اجواني، فاهم. مش فارقه اللي يحصل. فاضل له جون ويعادل حسام حسن. لا هو عادل حسام حسن النهارده، فاضل له جون ويعادل الشاذلي. اوكي هو كده الشاذلي 12 هو 11 وحسام 11. حسام حسن هيقعد الماتش الجاي. تخيل بقى. والله تبقى حلوه. لا ما هو في انجاز تاني احلى لحسام. ايه؟ يبقى ان شاء الله خد كاس الامم لعيب ومدرب. هو مش كده كاس العالم لعيب ومدرب. هو حقق التارجت كده صح؟ مش ده اللي متفق مع الاتحاد؟ ده العقد صح؟ لا هو ده العقد. ايوه انا وصلت نص النهائي. هو ده اللي قاله اسلام ان احنا نوصل سيمي فاينل. لا وهو برضو المفروض تقريبا كان في شرط بند في العقد اللي هو لازم يوصل نص النهائي. وصل. العب براحتك بقى. هو حسام يعني بص، يعني مش عايز اقول حاجه. قول بس احنا عادي صح؟ احنا مش طالعين على عيش، انت مش على الفضائيه المصريه صح؟ عيش. هو حسام جزمته برقبتهم اصلا من الاخر يعني، معلش يعني حسام حسن ولا هاني ابو ريده. انا اول مره احترمك. بس تعال اسال اي واحد ماشي في الشارع قول له حسام حسن يقول لك حسام حسن. اهلاوي بقى زملكاوي، يعني الزملكاويه بيحبوه والاهلاويه، انا اهلاوي بص مجنون ماشي. وحسام راح الزمالك، انا عمري ما كرهت حسام، وهيفضل حسام بالنسبه لي واحد من اهم كباتن الاهلي. ده حسام حسن كابتن الاهلي ومصر. طب غصب عن عين اي حد. سؤال صغير، احنا هنعمل الماتش الجاي هنكسب ازاي؟ ان شاء الله زي ما كسبنا كوت ديفوار يا عم. يا عم عندهم مين؟ جاكسون. لا ده عبيط، انا ما بلاش العبيط. ماني مين تاني؟ اسماعيل يسار.
ربنا قادر عليه. يعني هي اسماعيل كلها ماشيه على أسامة الله فعلا. ده بالظبط زي الجون ربنا قادر الاولاني عليه. اللي احنا جبناه، انا عجبني الجون اللي هو جه بركاوي. الاول واحد هو امام ما هي كانت حطهاش حلو عايزة قوي تروح. بس راموش هي الكرة قطع لها عايزة حلو. تروح. هي عايزه تروح. والجون الثاني برضه حلو. لا الجون التاني انا كان معايا، انا معايا واحد صاحبي عايز على المايك القهوه، وانت لا من غير بتبص عليه. المايك، واحد صاحبي كان قاعد جنبي على القهوه، ببص له قال لي بص الجون وهو بيرفع دخل الجون، انا سبت الاحتفال وبصيت له وفضلت متنح له. لو انت ايه انت ملبوس. طب قول لي بقى مستقبلي هيحصل. انت ملبوس خد يلا. اقرا لي الكف. حاول يعملها عكسيه بقى لما جت علينا الكورنر، بس هو واضح ان هو عبيط ما بيعرفش يمشي. بس فلا انا حسام بالنسبه لي انا مبسوط جدا. يعني انا جه عليا وقت ما بقاش فارق لي المنتخب بكل امانه، بس انا بشجعه عشان حسام. انا عايز حسام يكسب. احنا الماتش الجاي باذن الله، باذن الله لو فضلنا ولا لا انا اسف مش انت امسح. احنا هنخسر الماتش الجاي عادي مفيش اي حاجه، والسنغال هيعتمد علينا ماتش. كمل قول انت الكلمتين دول وانت هو باشا محشورين في زور. لا هو حسام عمل فعلا ماتش حلو، لعب بامكانياته. انا قاعد بفكر يعني عايزين نغير مين. هو فعلا لعب بالتشكيله المثاليه. لا هو لعب بالتشكيله المثاليه. يعني حتى لما تيجي تعمل تغيير انت مش عارف يعني هتطلع امام وتنزل زيزو. هو التغيير زيزو الوحيد مش كان زيزو في ايه؟ طيب ماشي خلاص ماشي خلاص عشان اتخنقت منه مش عايز اجيب سيرته، انا بنسى اللي هو موجود. والله بص الجماهير كلها كرهت احنا بنلعب الجون سلطه. ما عندناش جون. يعني زيزو مش نفس بروفايل امام. مفيش حد بره بروفايل امام. طب هو ما بيفكرش يعني بما اننا صعدنا ونص نهائي نجرب بقى مستوى شوبير، ايه رايك؟ يعني هو اظن الشناوي سهلها لك ان انت تمشيه. حسام هو بالنسبه له شوبير حارس مهم حلو. تخيل كده معايا لو حسام لو خسرنا ده النتيجه الطبيعيه هيشيلها شوبير. طب وليه؟ ما حدش هيشيلها لشوبير، ما حدش هيشيلها لشوبير. شوبير نفسه هيشيلها لنفسه. لا يعني احنا مش هنشيلها له. والله بيتهيألك مش عارف. بس انا هقول لك حاجه. طيب خلينا شفت الوضعيات اللي كان واقف فيها. خلينا طيب نقول حاجه بقى. اتفضل بجد والله عشان انا السؤال ده دايما بساله لنفسي ومش لاقي له اجابه. ماشي. احنا كلنا شايفين ان شوبير احسن من الشناوي صح؟ واكيد هو شايف كده. البطوله هتخلص كل اللعيبه هترجع فرقها صح؟ الاخ اللي انا مش عارف انطق اسمه صح ولا لا ده ياس سورب اللي هو المدرب بتاعنا اوكي بتاع الاهلي حلو. طيب هيبقى قدامه الشناوي وشوبير. الراجل ده بقى لا يعرفني ولا يعرف اي حد. هو عايز يكسب هيجيب شوبير. طب لو لعب الشناوي بقى لا يبقى دي على متخلفه بقى كلهم. طيب اصل هو في ايه يعني ماشي. هو بيعمل ايه زياده؟ لو هو بقى لعب شوبير وشوبير بقى الاساسي خلاص شوبير حارس مرمى مصر في كاس العالم. اتمنى عشان مش هستحمل عشان كاس العالم ما حدش هيسمع علينا وانا مش هستحملها. بالمناسبه في برضو ما يعني فال حلو حصل النهارده. ايه اللي حصل؟ كنا في بطوله دوليه في كره اليد. مالها؟ مصر كسبت ايران فرق 20. كنا بنلعب مين؟ ايران. احنا ايران في كاس العالم فال حلو وبتاع ماشي. بس احنا كده منتخب اليد بتاعنا في حته تانية يعني. واحنا كده ان شاء الله هنكسب البطوله اللي جايه بتاع كاس العالم. انا لحقت نفسي عشان ما ينفعش بتاعت الهاندبول. اي حاجه عشان ما اقولش اللي انا كنت عايز اقوله. اي حاجه عشان ما اقولش ان احنا هنكسب. فهو فعلا يعني في معضله بتاعت ليه المدربين بيتمسكوا بالشناوي. انا مش عارف بصراحه بس هنشوف بقى ايه اللي هيحصل لما الشناوي وشوبير يرجعوا الاهلي ونرجع نلعب بقى دوري. هو احنا هنشوف اللي هيحصل الماتش الجاي عادي، مش مستاهله نستنى لغايه ما يرجعوا الاهلي. الشناوي حتى بعد الغلطتين. لا انت مش فاهم قصدي، مش قصدي هو هينزل شوبير، انا قصدي نشوف ايه اللي هيحصل في الشناوي الماتش الجاي. يعني هنشوف. وهو ساديو ماني بيحبه قوي. فنخلص بقى من الحته اللي هي ايه الاخ اللي جوه ال 18 ماشي. لا حسام عبد المجيد رامي ربيعه ياسر ابراهيم. رامي ربيعه الثلاثه. رامي ربيعه وياسر ابراهيم اكتر اتنين لعيبه في رايي من اول البطوله لغايه النهارده عاملين اداء خرافي. ليه؟ لان هو الراجل لعب بالاثنين علشان ياسر يروح يغطي ورا هاني ورامي يروح يغطي ورا فتوح. ولو خدت بالك انت كنت بتشوف ياسر ورامي فين؟ قريبين من خط النص بيضغطوا بدري. حاجه صغيره. محمد هاني بقى ابوس ايدك بلاش انت بتعمله ده. في كوره جت في الشوط الاول للوينج، الوينج اتزحلق وقام محمد هاني لسه ما كانش اتحرك وما خدش باله اللي هو وقع واتزحلق وقام تاني بس عدت الحمد لله.
اللاج البنج اللي بيعلى عندك فجاه ده، ابوس ايدك ارحمني، ابوس ايدك، ما عندناش غيرك. بس يعني تمام، هو فعلا هو ملوش بديل، يعني الوحيد في الملعب اللي ملوش وفي بديل. الكوره اللي كان المفروض يضم، هو خرج بره، هو حافظ انا بره ماليش دعوه، مش هعدي جوه. اللي صلاح رماها له الثرو، ما هو لو تخش، كان راح ما على تخش، عدلته خش. كان بقى هو الجون. انما هو راح كده، طب هترفع لمين يا ابني؟ ما ما فيش حد. حد. بس تمام يعني ماشي. كل ده حلو، يعني تمام حلو. فهو حسام لا لعب بخطه منطقيه على امكانيات لعيبته، على الامكانيات المتوفره معاه. 3 هاني وفتوح، اردم قدامهم بمروان حمدي وحمدي. فتحي. مروان بيرمي يمين وحمدي بيرمي شمال، امام بيرجع. لما مروان يرجع يغطي شمال، فيروح حمدي مرحل في النص. لو حمدي كانت وامام الكره اجبرته بينزل شمال، يقف معاه، مروان ينزل وامام في هو اللي النص. بياخد الكوره وممكن يتقدم ومروان بيها اللي ويطلع بيستلم. الاثنين. مرموش وصلاح 2 مهاجمين صراع. وعاجبني قوي قوي حته مروان، اللي هو بقى دايما تلاقيه في اي كوره بيبقى واقف كده مؤخر نفسه سيكا عشان يشوط. ما خلاص بقى، ما بقى شويت عشان بقى وجاب يشوط. جون حلو. لا وحاجه كمان، انت دلوقتي كنا بنتكلم عليه الماتش اللي فات، ما هو يا عم حسام لا دول ياسر رضوان ومحمد عماره هو ولا اقتنع في اللي حسام هم لا. حسن. فخلاص بقى انت الثلاث اجوان بتوعك يعني جون كورنر ليه المساك بتاعك، يعني انت عندك المساكين هم بيلعبوا وجابوا دماغهم حلو. حلو، وجابوا حلو والجونين قوي. التانيين من العمق، من العمق وعلى الجون الارض. الاولاني ضغط خلاص من الضغط، والجون خلاص الثاني لا يعني. مش هنلعب كره وخلاص. عرضيه. ماشي، انا عندي 2 لعيبه قدام في الخط اللي قدام. واحد مركزه بيلعب وينج شمال، بيلعب شادو بس سترايكر، بيلعب سترايكر. برضو عشان برضو واحد انا بيلعب وينج قلتها ومش يمين. هتراجع عنها، مرموش ما فنشاش كويس، هو الحارس العبيط. لا فنيشه حلو بقى يا راجل، يا راجل حرام اتفرج عليك. عليها تاني، اتفرج عليها تاني، كان مضغوط. اتفرج عليها تاني، لا مش هتفرج عليها تاني، اتفرج عليها وهو تاني. فنشها حلو. فنشاش حلو. فهو خد الاثنين بتوعه، واحد بيلعب في ليفربول وواحد بيلعب في السيتي. لو لعب بيهم عادي، يعني في الطبيعي لما يبقى عندك الاثنين دول تعمل ايه؟ هترميهم هتلعب قدام 4 كده 3 كده وهتلعب 3. عليهم. في الطبيعي هتلعب 4 3 3 صح؟ في الطبيعي. لا، بس انت حسام بيلعب المنطقي. هو المنطقي اللوجيك. بتاعنا هو ال5-4. ليه بقى؟ مش هما 2 جامدين؟ طب انا احطهم بقى هما الاثنين قدام، واحط تحتيهم امام يشغلهم، واثنين ورا امام وخمسه ورا، بس خلصت. دي كانت خطه الاهلي زمان التسعينات. الخطة دي بالمناسبة. هتنفع قدام السنغال ايوه يا عم هتنفع قدام السنغال، ايه اللي مش هينفعه قدام السنغال؟ ولا هنوصل ما على ضربات فكره جزاء مرموش تاني؟ او صلاح اي حد فيهم هنوصل يلحس ضربات، كوليبالي انا الارض حاسسها ان اصلا. احنا هنوصل ضربات جزاء تاني. فاهم؟ ان شاء الله المره دي يعني ناخد بطارنا بقى، كسبونا مرتين. خلاص يبقى مش هتحس بحاجه لو جت التالتة، هتعدي عادي زي ما بقول لك كده. لا الثالثه تبقى صعبه قوي. ايه اللي صعب في التالتة؟ انا هتبقى صعبه عليا، فانا عندي مالكش مشكله في عقدة. الثالثه. انا بقول لك التالتة هتيجي وهتعدي عادي، بس. مش هتحس بحاجه فاحنا خالص. خططيا حسام حسن 10 على 10. عايز اقول لك برضو الحكم انا بحب مصطفى غربال. انت بتحبه فاله حلو عليك ده تمام، بس هو كحكم نهائي القرن. لا بس لا اداؤه كان كارثي. نهائي اداؤه الترجي. كان كارثي النهارده، اداؤه كان كارثي. لا يا لا عم ما حسبش الكوره بتاع المرموش مش اتضرب مش فيها. كرة مرموش بس، مش كرة مرموش امال بس. ايه؟ اي فاول لينا دايما هو بيعديه مش شايفه، ولكنه بيحصل حاجه. اي كوره ليهم بيوقف. صفارته مش موجوده معانا. طب يمكن كان ايده خفيفه على الكروت، محدش خد كارت غير الفاول يمكن كان متضايق بتاع حسام. ان الجزائر خرجت النهارده. طب ما هو متضايق، انا مالي وانا مالي. هو بمناسبه الجزائر بجد، هو اه ايه اللي نيجيريا عملته ده؟ هي دي منظر فرقه لحد من 3 ايام ما كانوش عايزين طب- يسافروا طنجة عشان يلعبوا. طب اكلمك بما يرضي الله بالعقل. ده اجهاد اكتر من اي حاجه. ما هم برضه طالعين من 120 دقيقه. طب نيجيريا ما اجهدتش ليه؟ وعشان نيجيريا واخده يوم راحه زياده عنهم، لا. ما لعبوش 120 دقيقه. ماشي، انا بتكلم في حاجه بعيدا عن الاجهاد، انا بتكلم ان دي فرقه اللعيبه ما كانتش عايزه تلعب الماتش عشان ما خدتش مكافآت، وكابتن الفرقه وعدهم ان لو الفلوس ما اتدفعتش هو هيدفعهم من جيبه، فعشان كده نزلوا لعبوا. دي منظر لعيبه ما كانتش عايز تلعب الماتش. جامدين قوي. هم جامدين وفي فرق كواليتي، بس انا بقول لك اللي زود الموضوع، حسيت ان الموضوع فج قوي ان نيجيريا دايسه على الجزائر، ان كمان الجزائر مش موجود، ميتين مش بس قادرين. يعني دي ناس بتلعب يعني ما فيش، هم مش قادرين، يعني مش بيلعبوا للعلم، فاهم؟ تاني مش قادرين اجهاد بدني غير طبيعي، هم مش قادرين، كلهم ميتين من الاخر. وفي برضه معلومه كده بعدين عايز اقول لك على حاجه، وان خلص 2-0 في 4 كور عارضه، يعني هو كان الماتش ده كان ممكن يبقى سكور يفتح. ما انا عشان كده بقول لك. وبالمناسبه زيدان اللي هو ابن زيدان الحارس ده مش حارس برضه،
برضه من عينة الشناوي او اوسخ كمان. في مشكله هو في الجون. الجونين يعني اتلم لمات غريبه. مم. في برضه معلومه كده مش عارف هي ملهاش اهميه معانا يعني، ايه بس انا حابب اقولها يعني. ايه اتفضل. الاهلي كسب النهارده 4-1 في مبروك. حسين الشحات جاب هاتريك. عقبالنا بكره الواد ده سالك قوي ان شاء الله. والله. وجراديشار جاب جون. انا عايز اسالك واتلغى سؤال له بره جون. عن افريقيا خالص. انا بتفرج على الماتش ليه اصلا؟ ليه اتفرج على الاهلي وبيلعب يعني فاركو؟ بعيدا انا مش فاهم انت سبت كل اللي بيحصل النهارده وركزت مع الاهلي ليه؟ عشان انا اهلاوي. طب ربنا يعين. طب بعيدا عن افريقيا والاهلي والمحليات دي كلها، في اوروبا ايه الدنيا مالكش إيه؟ حد؟ مين في اوروبا؟ يعني ماتش بكره قصدك على الكلاسيكو؟ ان شاء الله. عايز تعرف يعني انا اشجع مين وكده صح؟ ريال مدريد اكيد. ماشي. طب داريها بس عشان ما تزعلش. طلعه. داريها بس عشان ما طلعه. تزعل. هتزعل بكره، هتزعل بكره. بص انا كده كده ولا ليا في الريال ولا في برشلونه. هي مرازيه اه. صح؟ انا انت بشجع جاي الريال انت جاي رخام عليك انت جاي رازي يعني. والله. بص شكلك بيبقى حلو وانت متعصب. ما للاسف بقى بكره مش هتعصب. يعني للاسف مش هتعرف تعصبني بكره. ليه؟ عشان يعني برشلونه هي هيكسب. لو الريال كسب هاجي اطلع معاك الحلقه. والله انا مش عايزك انت، انا عايز اللي قاعد ورا الكاميرا ده، المخرج ده المدريدي ده، الراجل اللي ورا الكاميرا. الراجل اللي ورا الكاميرا ده انا هاخده بكره يا ان عم شاء ربنا الله ينصره أطلعه. والله. انا محضر له شويه افكار يعني ان شاء الله اوريها لكم كلها بكره ان شاء بص الله. ان شاء الله ريال مدريد يكسب بكره تبقى حلقه زي العسل وانا قاعد على الكرسي. طب انت توقعك ايه للماتش؟ يا عم انا لسه قايل اغير اقوالي يعني 2-1 لريال مدريد. لا ان شاء الله 4-0 لريال مدريد. برشلونه. انت مصمم بقى. بقول لك قوم اطلع بره. ايه ده في ايه؟ قوم يا عم بقى، عايز كده بقى. هات البتاع ده ايه يا عم امسك عايز اللون. عايز اتكلم انا بقى. وخد بقى الاخ ده أيوة، بس. خده. بقالك ساعه عمال ترغي، عايز اتكلم انا. شفت ما هي غلطتك والله. يا عم انا غلطان، كنت شوف الحبايه بعمل ايه. شكرا.